مرحبا بك. عايش فيها الملف الكل عندي بالتفاصيل نتاعو بالتاريخ من وقتاش بدا وقتاش ينتج وكان الانتاج افضل الانتاج. اي سيد رئيس المعمل هذا من اقدم المعامل، وانا تمشي 30 سنه كعامل كهربائي وميكانيسيا في نفس الوقت. كانت الطاقه الانتاجيه نتاعو طاقه مرهبه، وكان عنده تاريخ 1912 من العهد الاستعماريه، وكانت عندهم معمل اخر في النيابه نتاعو في عنابه في الجزائر، فهمتني. وان شاء الله نحن نقولوا ان شاء الله تدخل سيادتكم باش نحلوا. انت تو الوضعيه نتاعك واقفه، لا ثم ائتمان ولا ثم حتى شيء، ثم كالخرا كان اثر باطل. وهذا لابد من وضع حد، وان شاء الله في اطار تشريع جديد كل واحد ياخذ حقه ولا ترجع بالنفع على كل الاهالي. ان شاء الله. تتصور عام كامل الملف بتاع شركه ماهوش موجود في المحكمه كامل. وين مشى الملف اذا كان مش موجود في المحكمه؟ اي توا باش عنده توا ممكن يجي شهر المحكمه توا. هذا ان شاء الله ترجع في اقرب الاجال، ولكن بشكل قانوني جديد مختلف، خاطر مش ممكن باش تقعد بالشكل القديم مع تراكم الديون. لابد من ايجاد تسويه في اطار القانون، ولكن في اطار تصورات قانونيه اخرى جديده مختلفه ترجع بالنفع للناس الكل. تلقاو صيغه جديده مختلفه تماما، انتم كل واحد ياخذ حقه وترجع كما قلت زاد بالنفع على المواطنين. سيد الرئيس إذا مشيت لقاعدة الائتمان بعد يجي 8 سنين يا أخي قالت لي احنا القضية هي مش من مسؤوليتنا، من مسؤولية قاضي المؤسسة. لا عندي القاضي المؤسسة قبل 3 سنين ما عينوهش إلا استثناء. المدة الأخرى حتى سنين لا خرج الحكم في المدة الأخرى، الحكم السنوي اللي أيد الحكم الابتدائي. مشيت للمحكمة الدوسي كي غير تلقى معناتها في المحكمة وقتها خرج الدوسي. اي ماهوش أمر طبيعي، وهذه الدوسيات اللي تختفي ولا تقعد عشرات السنوات في الركوب. خلونا ان شاء الله. واحنا شباب يلزم تصور جديد، نظام تشريعي اخر مختلف. انتم بطبيعه الحال تلقاو حقكم، وهذا كان بالنسبه لجدوله الديون وايجاد طرق لتمويله بطريقه اخرى ان شاء الله حتى تنتفع منه الجهه وتنتفع منه تونس الكل. بدينا في الارونجمون مع سي ان اس مثلا، ومازلت مع القباضه نحاول مع ديوان الحبوب. مازال الحاجه الوحيده هي مع ديوان الحبوب، هي موافقه يعني باش تعمل معنا الجدول، اما يلزمنا معناتها انفون تاع شكون 2011 البوكان توصل لك 100 مليون. عملت اكسبرتيز هذاك 100 مليون كهو وقت وقعت وقتها ناقص 100 مليون كهو يعني توا
تو كيفاش؟ نحبوا نحن تو تصور اخر مختلف. يعطيك الصحة. كل واحد ياخذ حقه. ايوه وفي نفس الوقت زاد ترجع الاهالي وترجع لتونس الكل. معناها اليوم نحن كما قلت في هذا الشغل معناها بناء تونس الجديده ونحو الخراب هذا اللي ما يشرفش تونس. مرحبا بك. تحيا تونس. تحيا باش نبنيو تونس الكل مع بعض. والله نبنوها. والله مرحبا بك. ان شاء الله سيد الرئيس. ان شاء الله سيد الرئيس. ان شاء الله ترجع سيد الرئيس. تهنيني ريم سيد الرئيس. سامحني سامحني سيد الرئيس. تهنيني جيل قليل. مرحبا. لا جيتها في 2011 وقضيت فيها ليله. مرحبا بك. والله شكرا. بطلنا ياسر يا سيد الرئيس. ان شاء الله يا سيد الرئيس. ان شاء الله يا سيد الرئيس. ان شاء الله يا سيد الرئيس. يرحم والديك. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا معاك يا سيد الرئيس. يرحم والديك. مرحبا بك يا سيد الرئيس. مطروحه لنا في الدهماني مطروحه ايضا حتى في العاصمه في ضواحي العاصمه. ان شاء الله سيد الرئيس ان شاء الله. تحل على المستوى الوطني. ان شاء الله سيد الرئيس وعندنا ثقه كبيره فيك. الشغل باش نوريو الشغل للجميع والشغل يلزم يكون متوفر. ان شاء الله شروط معناها تحفظ كرامه الشغالين. الحمى يا حمى الحمى